صباح الخير يا امي. صباح الخير يا حبيبي. على فين؟ رايح الشغل. انت مش هتفطر الاول؟ لا ماليش نفس. مالكش نفسي ده ايه؟ لا لازم تفطر طبعا. ولا الهانم بسلامتها نكرت عليك. هانم مين بس يا امي؟ اللي خدتك بعد الفرح وسهرتوا لوش الفجر، كنتوا فين؟ يعني رحنا سهرنا كده شويه. سهرتوا فين؟ اذا كان كل المحلات مقفله بعد الساعه 2. كان زمان على ايامكم، دلوقتي الاماكن كلها ما شاء الله بتقعد لغايه الصبح. وبعدين اشمعنى انا يعني اللي فاتحه لي التحقيق ده؟ ما مختار رجع بعد مني. ايوه مختار كان عنده شغل، كان عنده طلبيه لازم يسلمها بنفسه. طلبيه؟ ها انت طيبه قوي على فكره. اكيد بقى الفكره دي فكرتها طبعا. لا بصراحه هي يعني كانت فكرتنا احنا الاتنين. يا ابني ما تداريش عليها، انا عارفاك كويس. انت ليه بس حاطه نقرك من نقرها كده؟ عشان هي طايشه ومش عايزه تكسبني. معلش يا امي اعذريها، لسه صغيره برضه. صغيره ده ايه؟ دي عمرها 23 سنه. يعني 23 سنه تبقى عجزت؟ ما هي صغيره برضه. انا كان عمري 23 سنه كنت مخلفاكوا كلكم وكنت فاتحه بيت عيله. يا امي الزمن غير الزمن، انت من جيل وهي من جيل تاني خالص. يا دي الزمن ويا دي الجيل اللي انتوا ماسكين فيه. يا ابني في حاجات مهما مر عليها الزمن لا يمكن تتغير ابدا. زي ايه بقى؟ يعني مثلا الواحد الصحيح ممكن يبقى نص. طبعا لا. الحق سنه 60 ممكن يتغير عن الحق في سنه 2010. برضه لا. الحق يا ابني هو الحق، وقيس عليه المبادئ والاخلاق. ايوه هي عملت ايه يعني في قله ادب؟ ايوه جايه الفرح بفستان اخر مسخره. يا امي كان في بنات كتير جدا في الفرح لابسين زيها ونفس الموديل، انا متابع الموضه كويس. وفين اخوتك بقى يا استاذ؟ اللي خطيبتك اللي هتبقى ان شاء الله يعني في المستقبل هتبقى ام عيالك، وهي داخله الفرح كده بفستان اخر مسخره، واللي رايح واللي جاي عمال يبص على لحمها. ايه لغيتنا اخوتك عشان الموضه؟ عموما يا امي احنا امبارح اتخانقنا خناقه كبيره جدا وتقريبا كده كنا هنسيب بعض. يا الف نهار ابيض يا اخويا، ما تسيبها وتخلصني بقى. انا مش قادر افهم انت ليه بتكرهيها قوي كده؟ عشان انت بتحبها اكتر ما بتحب نفسك، عشان هي مسخراك، عاملاك شخشقه في ايديها، بتهزقك قدام الناس. يا امي بقى انا بصراحه ما بقتش عارف اتعامل معاكي خالص، عن اذنك بقى. يا خساره يا خساره تربيتي فيك يا سعد، يا خساره. بتزعل امك ليه؟ وانا عملت حاجه يا حاج؟ ما تشوفها هي اهي، بعد اذنكم بقى. سعد مغلبني يا حاج، مغلبني اخر غلب، وبعدين البنت اللي خطبتها له دي مش مريحاه ابدا. هو قال لك كده؟ هو بيقول حاجه، ده تايه في دوايرها مش عارف يخرج منها. سيبيه يغلط ويتعلم يا حاجه. بس مش في الجواز يا حاج، مش كفايه مختار واللي حصل؟ الشر بره وبعيد، الله يخليكي ما تجيبيش السيره دي. استغفر الله العظيم يا رب، ده حتى البنت اللي اسمها نوره ما اتكلمتش لحد دلوقتي. ما يلحقوش يوصلوا يا حاجه، ماليزيا بعيده، دي 12 ساعه طيران. يا اخويا ربنا يوصلهم بالسلامه يا رب. يا رب. طب انا مجهزه لك الفطار، مش هتفطر ولا ايه؟ لا معلش مش هقدر، كلت جامد من الخروف بتاع امبارح، قايم تعبان حبتين، هشرب قهوه بالحبان في المحل. المهم انت مش عاوزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ تسلم لي يا رب، عاوزه سلامتك يا اخويا، بالسلامه. الله يسلمك. لا اله الا الله محمد رسول الله. في حفظ الله وامانه، مع السلامه. الله يسلمك. خد بالك من نفسك يا حاج. يا اختي الشر بره وبعيد. طب ده ايه اللي في الفنجان ده بقى؟ خير يا نواشي، في ايه؟ عين يا ست سماح، مدوره ومكوره. عين؟ ودي عين مين دي بس؟ هو انا ناقصه؟ مش كفايه الغلب اللي انا فيه؟ ده انت يا اختي واقعه في بير. يا لهوي، حتى شوفي. ده فعلا بير وملوش قرار. تكونش العين دي هي السبب في عدم خلفتي لغايه دلوقتي؟ هي السبب والله اعلم بالمستخبي. ايه المستخبي؟ عمل كده ولا كده ولا الشر بره وبعيد، سحر اسود. يا نهار اسود، والحل؟ هو الشيخ انوخ مفيش غيره، احنا نروح له يكشف عليكي ويكتب لك روشته العلاج. انت متاكده منه يا بنت يا نواشي؟ احسن يطلع من بتوع ال3 ورقات. فاشر، ده راجل صالح وبتاع ربنا. طب دي حماتي الهي تتوكس مطرح ما هي قاعده دلوقتي، راحت له كانت بتشتكي من كل حاجه، خرجت من عنده عروسه وهي دلوقتي بتعدل. هي حماتك اتجوزت؟ اطمني يا ستي. يا ساتر، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ازيك يا نواشي؟ الحمد لله يا سيدي. حضري لي الغدا احسن انا واقع من الجوع. حاضر، الغدا جاهز، الغدا جاهز يا حبيبي. بعدين نكمل موضوعنا. حاضر يا ستي حاضر. صباح الخير يا حاج.
يا صباح النور، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا كنت جايه عايزه اشتري الشنطه اللي رجعتها. يا سلام، غالي والطلب رخيص. دورت كتير ما لقيتش زيها، ولونها كمان عجبني. اتفضل. طب بتخلي يخلي لك صحتك وعافيتك يا رب يا حاج. هتلاقي الشنطه يا ثروت. حاضر يا حاج. ما تنسيش التشكيله اللي جايه، هتعجبك قوي. اللي يجيلكم مره ما ينساكمش ابدا. اطمن، مش هنسى يا حاج. وانا كده مطمن. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. ألف مليون سلامة. عايز اهني شركتنا بالاستاذ سعد ليل، اللي لولا مجهوده وموهبته في الشراء والبيع كنا فقدنا عملاء كتير قوي في الفتره اللي فاتت. متشكر جدا يا هاني بيه، بس يعني ده واجبي. يا ريت كل الموظفين زيك يا سعد، كنا بقينا احسن بلد في الدنيا. يا بابا سعد طول عمره شاطر، ده حتى دايما كان بيطلع الاول على دفعتنا، وطلبوه يبقى معيد بس هو اللي رفض. ورفضت ليه يا فقري؟ بس انا ماليش خلق على التدريس، بحب الحياه العمليه اكتر. طول عمري دماغك بتعجبني. لحد كده واجتماعنا خلص، تقدروا تتفضلوا. ابسط يا عم، اهو الراجل الكبير وبنته مبسوطين منك اخر حاجه. على فكره بقى دي نتيجه طبيعيه لاي واحد يشوف شغله كويس. تفتكر؟ جرب انت بس وانت تشوف. اللي انا شايفه هيمقق عينيا ان البت صفيه دي حاطه عينيها عليك. يا راجل انت بلاش الكلام ده بقى، الحكايه كلها يعني ان احنا زملاء من ايام الجامعه. ومن ايام الجامعه ما خدتش بالك انها حاطه عينها عليك؟ لا بصراحه خدت بالي طبعا، بس هعمل ايه بقى يا سيدي؟ اصل انا يعني خاطب وبحب خطيبتي كمان. يعني ايه؟ مش ناوي؟ لا بصراحه مش ناوي، لا. يعني السكه سالكه، ادوس بنزين؟ دوس يا عم وخش براحتك، بس خد بالك لحسن تخيش ولا حاجه. ماشي. بس يلا انت هو ما شويش عطوه، وقف لي المهزله دي بسرعه. ايه؟ محدش قادر يلمكوا؟ يا باشا هو اللي بدأ وسرق مننا السجاير يا باشا. بقول لك ايه يالا، دي كلها عيال. عمل علينا فتوت السجن كله يا باشا. اثبت يالا. انت مين يا؟ انا زلزال يا باشا. جاي في ايه؟ سرقه بالاكراه ولا مؤاخذه. لا خوفتني يا روح امك. امور الحنجله والتنطيط دي مش هنا. هتمشي عدل هشيلك على راسك. هتمرجعها هغربك. كده؟ طب واسبوعين تهديب يا حلت امك. انا هعرف ازاي انشف ريقك. ابسط يا حاج. الاسهم اللي اشتريتها لك من 3 شهور ضربت في العلالي قوي. دلوقتي وقت البيع. خلاص، ما دام كده نفذ العمليه وبيع. انا برضو حاضر اعدل عليك، دي لعبتك يا ابو السعود. ما قلتليش المكسب كام؟ قد اللي انت دفعته 4 مرات. ايه؟ لا طبعا هجنب المكسب وهشتري باصل الفلوس اسهم مفرهده. بس ما تجيبهاش مفرهده قوي، احسن تموت في ايدينا. مفرهده بس لسه فيها الروح عشان تصحصح كده معانا. طبعا مش هوصيك يا خبير، ها؟ لا اطمن اطمن يا حاج. يلا مع الف سلامه. سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا سعد، قلت الحق قبل ما تروح. وجيت ازاي؟ هو ايه اللي جيت ازاي؟ بتاكسي طبعا. مش انا منبه عليكي ما تركبيش تاكسيات؟ بتخاف عليا يا حبيبي. رشا احنا في مكان شغل. خلاص يا سعد، هستناك اما تخلص عشان تيجي معايا عيد ميلاد شيرين صاحبتي. مين شيرين صاحبتك دي؟ انا معرفهاش، وبعدين انا تعبان هخلص شغل وهروح على طول. انت مش ملاحظ ان انت بترفض لي كل طلباتي؟ يا ريت يا ريتني بعمل معاكي كده، كان زمان ارتحت. قصدك ان انا تعباك؟ خلاص يا سعد، طالما انا تعباك انا هريحك مني ومش هتشوف وشي تاني خالص. تعالي بس هنا. انت رايحه فين؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اللي انا بعمله ده رد على كل اللي انت بتعمله.
يا رشا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دي أكيد نورة. ألو. أيوة يا نورة، ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. لسه واصلين حالا؟ الحمد لله على السلامة. أنا عارفة إيه بس اللي وداكوا البلاد البعيدة دي؟ البلد هنا تجنن يا ماما، لازم تيجي تشوفيها بنفسك. يا ستي بيهاتي بابا معاكي. سلميني عليها. رؤوف بيسلم عليك يا ماما. بقول لك ايه، هتكلمها. اهو معاكي اهو. يا ماما كوثر، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا ابني. ازيك انت؟ يلا بقى خلصوا شهر العسل. بصراحة بقى أنا مش قادرة على بعد نورة ثانية واحدة. وانا يعني ما وحشتكيش؟ طبعا يا ابني وحشتني. بقول لك يا ماما كوثر، انا عايزك تعتبريني ابنك الرابع. والله أنت فعلا زي ابني بالظبط. رؤوف مش هوصيك على نورة، خد بالك منها. نورة دي في عينيا. اهي مع حضرتك، اتفضلي اتفضلي. ايوه يا ماما، ربنا يخليكي لينا يا رب. خلي بالك من نفسك والنبي يا ماما. مش محتاجة أي حاجة؟ محمد رسول الله، مع السلامة. ها يا ستي، اطمنتي بقى على ماما؟ طيب ممكن بقى نعيش حياتنا شويه يا احلى عروسه في الفار ايست كله؟ ممكن اعرف بقى انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ خلاص يا سعد، انا اتاكدت انك مش بتحبني. امال يعني خطبك وهتجوزك ليه؟ اهلي غاصبين عليا مثلا؟ يا رشا يا رشا، انا لو ما كنتش بحبك ما كنتش سبت شغلي وجريت وراكي وعمال احايل فيكي من الشغل لغايه هنا. يعني امبارح تشدني قدام الناس، اجيلك النهارده عشان الطف معاك تعاملني بجليطه وقله ذوق، وفي الاخر تقولي بحبك. طب ما انت كمان سبتيني وجريتي اول ما العيال التيران اللي في الديسكو دول فتحوا عليا المطوه. بدل ما تصوتي وترقعي بالصوت وتقولي لهم ده خطيبي، تسيبيني وتجري، دول كانوا هيموتوني. بعد الشر عليك يا حبيبي. ايوه كده ايوه كده بقى. الله يا رشا، انت اكتر واحده اتمنيتها في الدنيا دي، انت الوحيده اللي بحبك بجد؟ طبعا بجد. بس بصراحه بقى عيبك ان انت عصبيه شويه. ما انت اللي بتستفزني عشان عارف اني بحبك. طب خدي بقى البسي الدبله دي لحسن تاخدي برد ولا حاجه. قبل ما البس الدبله هتروح معايا عيد الميلاد ولا لا؟ هروح يا ستي وامري لله. اهو كده بقى البس الدبله. الا صحيح، عملت ايه مع العيال بتوع الديسكو امبارح؟ ايه اللي عملت ايه؟ جريت طبعا. في الحالات دي يا حبيبتي الجري بيبقى نص الجدعنه، ولو الوقت متاخر زي امبارح بيبقى الجدعنه كلها. ما تقوم بقى يا سي مختار. تعالي سموحه، هفرق دور وتلعبي معايا. يو بقى يا سي مختار، ما تيجي بس نقعد مع بعض شوية، ده انت وحشني. بعدين عندي برتيته جامده الليله ولازم اسخن شويه. حرام القمار اللي بتلعبه ده يا سي مختار. دي تفاريح. انت يعني شايفاني بلعبه كل يوم؟ وبعدين حد الله بيني وبين مكسب القمار، انا لا بصرف منه عليكي ولا على نفسي. امال بتعمل بيه ايه؟ بتصدق بيه على الفقراء والمساكين. بتتصدق على الفقراء من مال حرام؟ مش احسن ما طنشهم وما اديهمش خالص؟ على الاقل انا بدي، غيري معاه وما بيديش. بس خسارة تضيع فلوسك. زي ما بخسر بكسب. طب وايه اللي دخلك في الدايرة دي من اساسه؟ حب المغامرة وفرحة المكسب هما اللي بيخلوني عايز العب. طب ولما تخسر؟ املي في المكسب بيخليني عايز العب تاني. يلا بقى العبي. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. افهمي يا مخ تخين، المقامر دائما يلعب على امل. الو. مساء الخير، الحاج عبد الستار. انا نعمت اللي كنت رجعت لكم الشنطه وبعد كده رجعت اشتريتها. اهلا اهلا، يا اهلا وسهلا. طبعا افتكرتك. هو انت برضو تنسي التشكيله؟
طبعا وصلت، ومستنياكي تيجي علشان تنقي براحتك. الله يخليك تعيش. ولو حبيتي ما نبيعش منها اي حته لحد انت ما تيجي وتنقي براحتك. لا يبقى اذا كان كده مسافه السكه واكون عندكم ان شاء الله. سلام عليكم. يما ميعاد الدواء. والله يا بنتي انا من كتر التعب مش دريانه بحاجه. معلش يما، بالشفا ان شاء الله. تسلم ايديك يا بنتي. بصي يما، انا هنزل دلوقتي، ولو تعبتي ولا اي حاجه انا سايبه لك التليفون اهو جنبك علشان تطلبيني على طول. لو احتجتي اي حاجه نداي على ام السيد، ولو تعبتي وجات لك الازمه تطلبيني على طول على الموبايل. بس ما تتاخريش. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام. على فين؟ يا خراشي خدتني، وانت مال اهلك؟ انت من بقيت عيلتي يا بنت انا بحبك. حبك بورت وثلاثة خرس يا اخرة صبر. انت في الاخر يبقى نصيبي واحد رد سجون وبشلة. وشرف امي لا توب عن الحرام عشان اللي ديله نجس يا خشن ما بينضفش. يا نعمة يا نعمة فهميني، ارضي بالذوق بدل ما اخليكي ترضي بالعافية. عافية الدنيا معفن انت ما باخد 10 دقايق واسمهم يا معفن. على الحلال اخطفك. تخطفني انا؟ طب غور من وشي يلا غور، وانت تعرف حلال من اصله. ماشي يا نعمة ماشي، الحساب هيجمع بينا. معمول لك عمل في قلب ليل يخلي بطنك ما تشيلش، يهلك حرصك ويقطع نسلك، واللي كنت في عينه غزال يشوفك قردة بسلسال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، وانا اقول الراجل متغير من ناحيتي ليه؟ ايه الشر ده كله؟ ايه الشر ده كله؟ دي اكيد فتحية. ايوه اللي عامله العمل ست واسمها فتحية. والعمل يا سيدنا الشيخ هفضل قردة كده كتير؟ يلزمك حضرة زار نفك فيها العمل ونحصن التحاصيل. نحصن على قد ما نقدر، دي دنيا قلابة وناس كداب. يخرب عقلك يا فتحية، انا تعملي فيا كده؟ يلزمنا 2000 لزوم مصاريف الحضرة والبخور من الحيسي. 2000 جنيه؟ ما باخدش منهم حاجة، دي فلوس مرهونة عندهم لاجل ما يخففوا همك ويروحوا تعبك. وإن كنت مستغنية تبقي مستغنية. مستغنية ده ايه؟ ده انا كل فدا الاسياد. هو كل الحكاية بس يا اخويا ان انا ما معيش المبلغ ده دلوقتي. خلاص لما تبقي مستعدية ابقي تعالي وانجزي. ستي بقولك ايه؟ صحيح. هما الاسياد دول يا اخويا مش ممكن ياخدوا دهب بدل الفلوس؟ شغال. عيار كام؟ غشتنا اهو، عيار 21. جابهم لي جوزي ب 1500 جنيه. ده ايام ما كان الدهب رخيص، يعني دلوقتي اكيد يعملوا لهم اكتر من 2000. معاكي بيهم فاتورة؟ لا ما معيش. خلاص لاجل ظروفك مفيش مانع، وان كان ليكي زيادة ابقي خديهم. لا الزيادة ليك يا سيدنا الشيخ ومش كتير عليك والله. المهم تخلص لي الموضوع ده في اسرع وقت قبل ما جوزي يطير مني. اهلا 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 اهلا. انا جيت زي ما وعدتك. وانا عند وعدي. اتفضلي استراحي. ماليش لزوم. ملوش لزوم ازاي بقى؟ انت خلاص بقيتي زبونة المحل. اتفضلي اتفضلي. شكرا. احنا اصلنا اللي اشترينا مره ما نبيعوش ابدا. تشربي ايه؟ يبقى حاجه ساقعه. حاجه ساقعه بسرعه يا واد يا صرف بسرعه. حاضر يا حاج حاضر يا حاج. ما قلتليش اخبار التشكيله ايه؟ عندي تشكيله شنط لسه واصلاني من بره طازه. لو لفيتي السوق كله مش هتلاقي حته واحده منها. هو انت بتستورد؟ انا بستورد وبصنع شغلي بنفسي، وكل فوله وليها كيان. واضح انك تاجر شاطر قوي. انا بحب المكسب موت وما اكرهش في حياتي قد الخساره. على فكره تشكيله الشنط دي فيها شنط سواريه هتعجبك قوي قوي، كل شنطه بجزمتها. سواريه؟ هروح بيهم فين؟ ده انا بنام من المغرب. وليه بدري كده؟ اعمل ايه؟ ما انا بشتغل سكرتيره في شركه استثماري ولازم اكون على مكتبي من بدري. يعني مفيش خروجه كده ولا كده يوم الاجازه مع الافندي جوزك؟ اصل انا متطلقه. اسف اذا كنت يعني ضايقتك. لا مفيش حاجه، هي المشكله مش في الطلاق، المشكله في الوحده، بتوجع. عندك حق، بس احب اقول لك ان في متجوزين موحودين اكتر من المطلقين. كلنا تعبانين.
الساعة يا حاج. اتفضلي. احنا نسينا الشنط وعمالين نتكلم في حاجات تانية خالص. فعلا اول ما اتقابلنا كل واحد صرح بهمومه للتاني. مش شايف انها غريبة شوية؟ ولا غريبة ولا حاجة، الظاهر القلوب عند بعضها. ده اكيد يا حاج. بقول لك ايه، انت مش جعانة؟ اشمعنى؟ تيجي بعد ما تتفرجي على تشكيلة الشنط اعزمك على العشاء في مكان حلو قوي. انا مش بتاعة عزومات وما بخرجش مع حد معرفوش. انا اسفة، اهلي علموني كده. ده عداكي العيب، ده عداكي وأزح كمان. انا اصلا تخيلت ان احنا ممكن نفضفض لبعض، اصل حسيت ان انت ممكن تسمعيني فاطمأت في الطلب ده. متشكرة على الثقة دي، بس انا اسفة مش حاضر. براحتك يا ثروت. انا يا حاج. فرج الهانم على تشكيلة الشنط عشان تنقي براحتها. عينيا يا حاج. عن اذنك. اتفضلي. الو. ايوه يا مسيد، خير في ايه؟ امي! يا نهار اسود! مالها الوالده كفالة الشر؟ وقع على الارض وقطع النفس. طب استنى انا جاي معاك اوصلك. لا شكرا، انا هاخد تاكسي. استني بس، تاكسي ايه؟ العربيه موجوده والناس لبعضيها. هيا دودي، ايه رايك في الموبايل ده؟ لذيذ يعني. ايه رايك ناخده هديه لشيرين؟ بكام ده لو سمحت؟ 1500 جنيه بقى. ايه يا عم ده غالي قوي. اصله موديل جديد. بقول لك ايه، سيبك منه وتعالي نجيب لها حاجه ارخص شويه. ما ينفعش يا حبيبي، لسه جايبه لي ساعه غاليه جدا في عيد ميلادي. يرضيك يعني ان شكلي يطلع وحش قدام الشله؟ طب خلاص خلصيني بقى، لو عاجبك ادفعي فلوس وخلينا نمشي من هنا. ما هو اصل ايه؟ اصل انا ما معيش غير 150 جنيه بس. 150 جنيه؟ ده انت تجيبي لها توكه بقى على كده. ولما انت كحيانه وعدمانه كده بتبصي الهدايا غاليه ليه؟ الحق عليا اني قلت لك، مش انت خطيبي وجوز المستقبل كمان؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انت تسلفني بقيه المبلغ. اسلفك منين؟ ما المرتب على ايدك كله خلص في خروجاتك العبيطه اللي ملهاش اي معنى. ما هو انا مش قصدي على المرتب. امال قصدك على ايه؟ مش باباك لسه مديك جزء من فلوس توضيب الشقه؟ ايوه بس دي فلوس توضيب الشقه، عايزانا اصرفها هدايا على اصحابك؟ عشان خاطري يا دودي. لا ما كانش ينعز، الفلوس كلها اتصرفت اصلا. اتصرفت امتى بقى وانت لسه واخدها اول امبارح؟ عديت بالليل على الشقه، حسبت النقاش وحسبت النجار ونزلت اشتريت وشوش كهرباء. خلاص اديني كارت الفيزا اشتري بيه. يعني انت عايزانا استلف بالفايز عشان اصرف على فشخرتك؟ طيب بص، انا عيد ميلادي الشهر الجاي. عايزانا اجيب لك هديه عيد ميلادك من دلوقتي ولا ايه؟ لا مش قصدي ان انا متنازله عن هديه عيد ميلادي قصاد ان انت تديني اجيب هديه شيرين صاحبتي. ها بقى قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. كلمه كمان واحس ان انت راجل بخيل، وانا بقى بصراحه ما بحبش الراجل البخيل. في موبايلات صيني هناك بخطين، ايه رايك نجيب لها موبايل صيني؟ سعد هو ده. اتفضلي. دي زفت الفيزا اهي. ميرسي يا دودي. بلا دودي بلا زفت. يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب يا ما تسيبنيش يا بعض من البيت. حرام عليك يا ده انا لوحدي. طمني يا نعمة، والدتك هتبقى بخير ان شاء الله. يا رب. الدكتور كشف عليها وعملوا له الاسعافات اللازمه. بينا احنا نحصلها على المستشفى. يلا رايحه فين انت؟ تعالي نحصلها بعربيتي. حاضر. طمنينا يا نعمه. السلام عليكم. مين الراجل ده؟ مش عرفني، يمكن يكون قريبهم ولا صاحبهم. هو انا شيخ حاره؟ انت بتبرطم في الكلام وتقول ايه يا ابن المتضايق؟ الله انت هتشطل عليا ولا ايه؟ ما تشطل على اللي خطف منك المزه وكمان بتطول لسانك عليا. روح امك. نعمه دي بتاعتي ملكي، واللي هيقرب لها هرمي وشه بميه النار. قومة سكر وسيطرنا عليها. الحمد لله. اطمنوا حالتها مستقرة، كمان ساعة هننقلها من العناية لأوضة عادية. مين فيكم اللي هيبات مرافق معاها؟ هي مدام نعمة بنتها واكيد مش هتسيبها. خلاص بس دوني اسمك قبل ما تباتي عند الممرضة اللي هناك دي. حاضر، متشكرين قوي. متشكرين. مع السلامة. ايوه بس من غير ما تبسبسي، لو كان على شغلك اتصلي بيوم وخدي اجازة. انا بقصد حساب المستشفى. طمني، حساب الدفع. مين دفعه؟ انا. طب ممكن اعرف كام؟ لا مش ممكن طبعا. الله، جريست نعمة،
الست والدتك دي زي ما تهمك تهمنا كلنا. بس ده كتير قوي يا حاج. والحمد لله خير ربنا كتير. الدين ده هيفضل في رقبتي وهسدده لك كل شهر من مرتبي. ماشي اللي يريحك، بس المهم انا عاوزك بقى تخلي بالك من والدتك، عايزها تصحى تلاقيكي واقفه جنبها. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ولا يهمك اي حاجه، طول ما انا جنبك ما تقلقيش من ايتها حاجه. ربنا يخليك يا حاج ويعلي مراتبك يا رب ويرزقك ويحميك يا رب يا قادر يا كريم. انت فين يا هدى؟ انا هنا يا حبيبي اشتغل. طب بقول لك ايه، الجورنال ده مليان عربيات وفيه حاجات حلوه قوي، بيتهيألي يعني اللي انا اخترته هيعجبك، بس قولي لي الاول صيني ولا ياباني؟ الصيني ده ايه؟ امال فين الالماني والامريكاني؟ الماني لا ايه، دي عربيات غاليه قوي، وبعدين انا يا دوب هبيع عربيتي والحاج هيزود لي على ثمنها. يا سيدي هو مش قالك اختار العربيه اللي تعجبك وهو رقبته سداده؟ اقوم اختار انا بقى عربيه بمليون جنيه، صح؟ لازم الواحد يبقى حسيس برضه، ده لسه بيجهز سعد وخارج من جوازه نور. والله انت اللي عاقل زياده عن اللزوم. ما تشوف اخوك مختار راكب عربيه عامله ازاي. مختار ده تاجر، انما انا موظف وليا مرتبي. انت حر. يبقى هو الياباني، رفاهيه وكماليات واي حد ماشي في الشارع يصلحها. ماما الازمه جات لي. بسرعه هدى. بس خد نفسك، خد نفسك. بس هدى. ايوه اهو. افتح بقى يا حبيبي. مش ممكن، دي تالت مرة تجيله الشهر ده. هو بياخد الدواء في مواعيده مظبوط؟ طبعا، بس الظاهر بقى الدواء ده مش نافع مع حساسية الصدر. يبقى لازم بكره الصبح الدكتور يشوفه. بس يا حبيبي خد نفسك، بس يا مخ ركز في اللعب، انت فين؟ العب يا برنس، الليالي احنا هنذاكر. صلي. ايوه هتظبط معاك. بص وانا باص انا كمان. وانا باص. فول اس يا ابن المحظوظه. لحظه بس لحظه. محظوظ قوي الاستاذ سمير، محظوظ. كنترول. لا يا مخ جامد يا مخ. لا كده الكبير. قشطة عليك. ارجع لك يا سموره. مختار حظه ماشي قوي. الله اكبر، ده انا بتمرن لكم الصبح. واضح التمرين جيب فايده اهو، ودليل على كده انت لامم لحد دلوقتي اكتر من 5000 جنيه. 5500 في عينك. المهم يكون من اللعب صح، مش بنغش واحتيال. عيب عليك، اللي يغش ده واحد غشيم، انما اللعيب الصح هو اللي يكسب بالحلال. ضحكتني يا مختار. وحلال ايه ده بقى اللي يجي من القمار؟ حتى الغلط لازم يتعمل صح عشان مكسبه يكيف ويخيش في الدماغ. تصدق منطق برضه. يخرب بيت عقلك يا مخ، انا قربت اصدق. خد انت بايديك الطاهره دي من الكيس تاني. بقول لك يا مختار، قول لي يا حبيبي، سلف اخوك بقى 2000 جنيه لغايه بكره عشان الحاله على الجنطه خالص. اذا كان كده ماشي، بس اكتب لي شيك ب 2500 جنيه. عايز تلف 500 جنيه في ليله واحده يا مختار؟ والشيك يكون بتاريخ النهارده. كمان يا مختار بتاريخ النهارده؟ الحاجه حواجه، وانا احب اطرق الحديد وهو سخن، وكيف الكيف يجيب له معلقه دهب. ماشي يا عم المستغل. وادي يا سيدي 2500 جنيه. وادي فلوسك حبيبي. انا ما باكلش حق حد. يلا كفايه عليكم بقى كده. ايه؟ ما تقعد يا مختار، قعدتك حلوه والله. عايز اروح وطعم المكسب في بقي. ماشي يا سيدي. سلام يا برنس. تعالى هنا، رايح فين؟ مش هتروح الا لما تعوض خسارتك ايه كلها. يا جماعه في ايه؟ احنا اصحاب عيب كده. الله يا سموره. بقول لك ايه، اذا كنت تغفات انا مش ههبط، مش هتروح الا على جثتي. يا جماعه مختار يا جدع مختار يا جدع ناحيته. لا تعالى حب. ترفع عليها مطوه، ترفع عليها مطوه. يلا ده انا مختار عبد الستار، وهخرج على جثتك، والمطوه دي نخليها معايا تذكار. ماشي يا كتكوت؟ خلاص يا مخ خلاص. اوعى واستنضفوا الناس اللي تلعبوا معاهم. بحبك وبموت فيكي. عارف انا في سر كنت مخبيه عليك. سر ايه؟ اصل انا وزمايلي في الجامعه كنا معجبين بيك. بجد؟ بس انتي طبعا بقى اللي جبتي رجلي وكسبتي في الاخر. ها والله من ناحيه كسبت فانا كسبت، بس بصراحه انت كنت معيد جد قوي كده، وكنت تدخل المحاضره ومحدش يعرف يكلمك. يا حبيبتي ده اللي ظاهر من بره، انما الحقيقه بقى انا كنت معجب بيكي من اول مره شفتك فيها في المدرج. ايه ده؟ يعني انت اللي وقعتني مش انا اللي وقعتك؟
يا حبيبتي مش هتفرق، انا اوقعك انت توقعيني مش هتفرق كتير. اهم حاجه بقى ان انا وانت نبقى مع بعض على طول. يا رب يا رؤوف نبقى مع بعض على طول. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخرت قوي، قلقتني عليك. اصلهم يا ستي كانوا عاملين اجتماع مهم قوي في الغرفه التجاريه وكان لازم احضره. عشان كده بقى. على فكرة نورة كلمتني النهاردة وطمنتني عليها، هي وجوزها والحمد لله وصلوا بالسلامة. طب الحمد لله. أحضر لك تتعشى؟ لا اصل انا لما لقيت الوقت اتاخر اتعشيت سندوتشات مع اعضاء الغرفه. طيب أنا بقى هطلع أنام، أحسن هلكانة طول النهار. تصبح على خير. بنتي من اهل، ما كنت قعدت معاها شويه يا حاج. معلش يا أخويا ما تزعلش مني. انا قلت اطمن عليكي، يمكن تكوني عايزه حاجه. انت لسه ما نمتش زيي يا حاج؟ مش جايلي نوم، عمال افكر فيكي. وانا كمان بفكر فيك. صحيح. انت اي ست تعرفك لازم تفكر فيك وما تنساكش ابدا. اشمعنى؟ عشان انت طيب قوي وحنين، راجل من بتوع زمان، مش من الرجاله الورق بتوع اليومين دول. ده انت اللي ست ستات ونورتي البلد كلهم. يا جماعه في ايه يا مختار؟ مش عارف بس باين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله، هو قال لي اجمعكم وخلاص. الحمد لله على السلامه يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. في ايه يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من اي حاجه، اقفل الباب الساعه بتاع لعب. حاضر يا حاج. انت وماما بخير يا بابا؟ طبعا الحمد لله احنا بخير وكل الامور تحت السيطره، بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فتره واخيرا خدت فيه قرار، ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده يا حاج؟ انا قررت اتجوز. انت بتقول ايه يا حاج؟ عايز تتجوز؟ اتجوز. في حد عنده اعتراض؟ بس انت مش شايف ان حضرتك يعني قربت على 70؟ وماله يا اخي 70 ما دام الصحه بومب والحمد لله. وبعدين احنا عيله معمره، انا ابويا لسه ميت من سنتين وكان تم 90 سنه. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. بس اشمعنى يعني فكرت في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش دلوقتي ولا حاجه، هي الفكره دي في دماغي من زمان، من وقت ما امكم جالها القلب وهي في عز شبابها. بس انا بقى سبورت واتحملت عشان انتوا ما تطلعوش تلاقوا ابوكم متجوز 2 وتعيشوا مشتتين. انا كان كل همي ان اربيكم كويس قوي واطمن عليكم، واهو الحمد لله اديني جوزت البنت الصغيره وانتوا بقيتوا رجاله، كل واحد فيكم عرف مستقبله فين. اظن بقى ان الاوان اشوف لي انا كمان يومين، ولا ده مش حقي؟ طب وماما المسكينه دي ذنبها ايه؟ امك في عينيا الاتنين، فاهم يعني ايه؟ امك في عينيا الاتنين، واللي انا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس انت كده بتهد العيله يا حاج. انا لا بهد ولا ببني، بلاش كلام كبير قوي يا حظابط. عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟
انا ما باخدش رايكم، انا بس بديكم فكره، وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم. امكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق او ترفض. بالراحه عليا يا اخوي، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الاول امهد لها عشان قلبها الضعيف اللي انتوا عارفينه ده.